حاجة واحنا بنعمل الطحينة لازم نحمص السمسم الأول. تلات كوبايات سمسم، 3 كوبايات سمسم عليهم كوباية دقيق وكوباية ونص زيت، هيطلع معاكي أحلى طحينة انت اللي عاملاها في البيت، وحاجة نظيفة مفيش أحلى من كده. ايدك في السمسم على طول عشان ما يتحرقش، مجرد ان هو يسخن بس. اهم حاجة ما يتحرقش معاك. احنا بنحمصه بس عشان الزيوت اللي فيه، زيوت الطيارة اللي فيه تطلع اول ما نحطه في الخلاط. السمسم طبعا بيحتوي على زيوت طيارة. التحميص دوت اول ما تحط السمسم في الخلاط تقوم التحميص ده بيساعد ان الزيوت دي تطلع بسرعة منه. بس كده، وهنحط عليها كوباية الدقيق كمان. الدقيق طبعا مبياخدش لون ولا حاجة، يتحمص برضو يدوق يسخن بس. يبقى لو انت عايزة تعملي اي كمية اعملي، بس انا ظابطة الكمية اللي بعملها. 3 كوبايات سمسم بياخدوا كوباية دقيق وكوباية ونص زيت، تحمصيهم كده على النار. بس هضربهم بقى في الخلاط واوريكم شكل الطحينة لما تخلص ان شاء الله.